فاطمة كان يجب أن تكون معنا من داخل الغرفة المموهة، ولكن في اللحظات الأخيرة قررت أن تواجه العالم جميعا وجها وبوجهها الحقيقي وبشخصيتها الحقيقية، طالبة من الرأي العام أن يقف إلى جانبها من أجل إنقاذها مما هي فيه. فاطمة، مساء الخير. أهلا. أهلا فيك. قلتي لي متوترة كتير. من المجتمع. من المجتمع؟ مجتمعنا صعب. خليني اخذ انا وياكي ربع ساعة نجرب نناقش هيدا الموضوع بحوالي 15 دقيقة، نختصر فيهم معاناة 26 سنة. فبدأت القصة حسب ما انت بتقولي انه والدك اغتصبك وانجبتي منه طفل، لحد هالساعة ما بتعرفي عنه شيء، لانه هو بتعتبريه خيك وابنك بنفس الوقت. قد ايه كان عمرك لما تم اغتصابك؟ بين 13 وال 14 سنة. 13 و14 سنة. والطفل وين اليوم؟ ما بعرف شيء عنه، حطيته على باب الأيتام. حطيتيه على باب الايتام؟ وين؟ قدام اي دار ايتام حطيتيه؟ اللي على المقاصد. بالمقاصد. ما رجعتي حاولتي تسألي عنه ابدا؟ ليه؟ لأنه خيي وابني، بس يكبر شو بدي أقول له؟ ما عرفتي اذا ذكر او انثى؟ طفل صبي. صبي. قد ايه بقي معك قبل ما تحطيه على باب دار الايتام؟ 3 أيام. 3 ايام. وبيك ما بيعرف انك انت حامل منه وانجبتي منه؟ آخر شيء عرفت إنه هو بالحبس. ايه. آخر فترة عرفت إنه كان بالحبس. والدتك وين؟ كانت مطلقة من بيي. ما بتعرفي هي وين اليوم؟ طيب فاطمة، قبل انت وعم تقعدي هلا شفت في اثار على ايديك من هون، وإجري. على اجريك وايديك وعلى راسك، هودي شو؟ حادث. حادث شو؟ على الموتوسيكل. على الدراجة؟ مش تعذيب او حدا حاول يعتدي لا. عليك؟ حادث موتوسيكل. طيب وعم بتعالجيهم لا ما معي مصاري واجري ملتهبه. طيب انت اليوم بتقولي قررتي انك بدك تعيشي مثلك مثل كل هالناس، بدك تنسي هالماضي الاسود بحياتك اللي يمكن انت ما بتتحملي مسؤوليته ولا ذنبك، يمكن اجبرتي او يعني اتخذتي عليه. بدأت باغتصاب والدك لإلك، ومن ثم ادمنتي المخدرات، تشغيل دعارة. دعارة، واخر شيء قلتي لنا صرتي تشربي دم. كيف صرتي تشربي دم؟ وادمان مشروب كحول. ادمان الكحول. من العالم اللي بعرفهم اللي بيتعاطوا. طيب انت ما معك مصاري، منين كنتي عم بتجيبي لتتعاطي مخدرات؟ او بعرف كثير عالم. كانوا يعطوك اياهم ببلاش؟ ما في شيء بدون مقابل. كله بمقابل. بهالزمن اللي نحن فيه ما في شيء بدون مقابل. طيب انت اليوم ليه قررتي انك تطوي هيدي الصفحة؟ وهل انت واثقة انه ممكن لما تطلع فتاة بمجتمعنا تحكي عن ماضي مثل الماضي اللي عم تحكي عنه، هل ممكن حدا يفتح لها ايديه او يمد لها ايد المساعدة؟ الا يتلاقي. في ناس بيساعدوا بدون مقابل، في ناس بيساعدوا بمقابل. طيب هل جربتي تلجئي للقوى الامنيه لحدا يساعدك؟ جربت. نعم. توقفت 4 اشهر. جربتي توقفتي 4 اشهر، شو صار؟ مخدرات. رحت لعندهم بدي انه اطلع من المخدرات، نيموني 4 اشهر ودفعوني كفالة 500,000. رحتي لعندهم لشو؟ لتقولي لهم اني انا بدي وقف مخدرات. ولا هن قبضوا عليكي لا 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 متلبس؟ لا لا لا، رحت لعندهم انا. طيب بعدك لهاللحظه بتتعاطي مخدرات؟ لا، اللي 3 سنين وقفتها. كيف قدرتي وقفتي؟ ارادتي. بلدلتها بالمشروب. وقفتي مخدرات عم تستبدليها بالمشروب. والدم 4 اشهر وقفته، اللي 2 شهر وقفته. دم كمان يعني ليش ادمنتي على الدم؟
يعني شو حسيتي او شو اللي خليكي انك تدمني على الدم؟ هل عم اعتبرتي بطلع من المخدرات، عم بطلع من شيء ايه؟ من المخدرات. تعبت من المخدرات، شفت ناس عم يتعاطوا دم، نعم. قلت لهم شربوني. شو حسيتي لما شربتي دم؟ قرف، ما في شيء، ما في شعور. وليه كنت عم تشربي؟ عم منتقم من حالي، عم موت حالي. انت اليوم شو طالبه فاطمه؟ انت اليوم قررتي تطلعي معنا بالبرنامج، وبالاول كنت بدك تطلعي ما بدك تبيني وجهك وما بدك تبيني هويتك، فجاه قلتي لا انا بدي اطلع. بدك تطلعي تطلبي شو؟ يعني اليوم نحن امام الملايين من الراي العام. صبيه لبنانيه جاهرت بماضيها اللي هي ما بتتحمل مسؤوليته، ولكن يمكن القدر لعب هذا الدور وخليكي تعملي كل اللي عملتيه. انت اليوم شو طالبه من هالمجتمع؟ شو طالبه من الناس؟ شو بدك تقولي لهم؟ سقف يحميني من البرد ومن الشمس، من كزارة المجتمع اللي احنا فيه. انت هلا عم بتنامي تحت السوره، ما هيك؟ ما عندك بيت، ما عندك قرايب، ما عندك حدا؟ ما بيسألوا عني. ما بيسالوا عنك لانه متبريين منك، ولا ما بيسالوا عنك لانه ما في اي علاقه؟ لا، متبررين مني. هل شوف انت البنات انا انه لابسين وهيك بتطلع انه انا ثيابي وسخين، اجري وسخين، بنقهر. ضفيري وسخين، صرنا 3 اشهر بلا حمام. انت مستعده اليوم اذا اجت مؤسسه تاخدك وتعيشك عندها وتحميك وتعطيكي هيدا السقف وتحممك وتطببك وتاكلك، انك تنسي كل الحياه الماضيه، او رح نشوفك بعد فتره انه ما قدرتي تتاقلمي بهالحياه ورح تهربي مثل ما صار مع كثير ناس وترجعي للشارع وترجعي للحياه السابقه؟ انا بسمع انه المؤسسات حبس. المؤسسات حبس؟ طيب شو بدك؟ ما قلي لنا شو بدك. انا بدي اشتغل من عرقي، انا وقف على اجري. سقف انه مثلا اجي على البيت، لما اكون بشغل اجي على البيت لاقي حالي مرتاحه، بيجي على البيت ما حدا يحكمني. بتجربي بالاول تنطلقي من مؤسسه معينه، انه تقعدي بمؤسسه لفتره يعني مثل اعاده تاهيل، ترجعي نفسيا تتاهلي، جسديا تتاهلي، ترجعي تشوفي الحياه الطبيعيه اللي بيعيشوها كل الناس كيف بتكون. سعدة. وبيرجعوا بيلاقوا لك شغل مثلا، ممكن حدا يلاقي لك شغل. بتعرفي تشتغلي شيء؟ يمكن ما بتعرفي تشتغلي شيء. جربتي تشتغلي شيء مره؟ بتعرفي تقري؟ بتعرفي تكتبي؟ شوي ما كتير. وفي شغلة باسبوري راهنيته كمان. نعم. باسبوري ايه؟ راهنيته. باسبورك راهنتيه؟ ليش طلعتي الباسبور؟ مين طلع لك؟ كنت تطلعي برات لبنان؟ واحد طلعني برات لبنان، شغلني ونصب علي مصاري. 3 مرات طلعت على الامارات، نصب علي مصاري كثير، نصب علي مصاري. طيب عفوا على السؤال، يعني عم بتقولي لنا انه كان عندك حياه تعاطيتي فيها الدعاره، هل حصل حالات حمل ثانيه او انجاب غير هذه الحاله الاولى؟ ما في انجب. ليه؟ عندي التهابات من تحت. طيب فاطمه، نحن اليوم اذا بدي منك يعني قرار نهائي. انت شو طالبه؟ انت اليوم شو طالبه؟ سقف يحميني. حتى لو كانت مؤسسه، يعني ما بدنا نروح هلا نفتش على مؤسسه
لا لا ونلاقي مؤسسة وبعد فترة يقولوا لنا انه فاطمة هربت ورجعت للشارع. بدي هل انت مقتنعة كامل الاقتناع انه انت هيدي الصفحة الماضية من حياتك بدك تطويها وتكبيها وتبلشي تعيشي حياة جديدة بتليق بكل انسان او باي انسان انه يعيشها؟ منجرب مؤسسة بعدين بنشتغل وبنرجع بنستأجر بيت بوقف على إجرية. طيب، من خلال برنامجنا أنا بدي وجه النداء، إذا في أي مؤسسة اجتماعية بلبنان بتقدر تتقبل حالات مماثلة لحالة فاطمة، أنا اللي بعتبرها شجاعة جدا إنها واجهت المجتمع رغم كل السلبيات اللي ممكن تنعكس على صبية بهالعمر. يعني اليوم لما تطلع صبية على التلفزيون بهذا العمر تخبر عن هذا الماضي اللي خبرت عنه فاطمة، بعرف أنا شو العبء الكبير اللي ممكن تحمله مع كل حياتها. ولكن هذه الصبية قررت التوبة، قررت أن تتخلى عن الماضي اللي القدر والمجتمع والحرمان والفقر والتشرد كله يمكن وضعها قدامهم. ممكن إذا بنأمن لها البديل لفاطمة نقدر نكسب إنسان جديدة، نكسب شخص يرجع يعيش حياة كريمة من دون أن يتعرض للابتزاز ولكافة أنواع الذل. إذا في أي شخص أو أي مؤسسة تقدر تمد يد المساعدة لإيواء فاطمة وإخضاعها طبعا نوع من التأهيل قبل ما تنتقل لمرحلة جديدة من حياتها، رجاء الاتصال بنا على برنامج للنشر على قناة الجديد لنتواصل نحن وياكم ونتابع نحن وياكم أيضا هذه الحالة. وحتى إذا في مؤسسات بتوجب أي بدل مادي للاهتمام بهذه الصبية كمان نحن مستعدين أنه نأمن هذا البدل. فاطمة، هلا أنت راجعة لوين؟ الكل رجعت تنامي تحت الجسر؟ ما بتخافي بعد هالحلقة حدا يأذيكي مثلا؟ ليه؟ لأنه أنا قررت، لأنه عارفة ما حأذي حدا. لما أنا طلعت لهون أنا عارفة ما حأذي حدا، أنا قررت أطلع. ما أذيت حدا بكلامي، هني معروفين مين اللي عم بحكي عنهم. نعم. بس الله يكون معنا اتصال. معنا اتصال يبدو فيه أبونا مجدي علاوي. مساء الخير. ايه، خلينا ناخده على الهواء، عمله معروف. فإن شاء الله إذا لقينا حدا يهتم بحالتك. بس أنا بهمني كمان كثير يعني إرادتي قوية، كيف وقفت المخدرات بوقف على إجرائي. الرهان على إرادتك. إذا حابة تغيري حياتك ما في إلى إرادتك. أكيد. وإذا رجعتي بهذا القرار ممكن ما حأرجع. كيف وقفت المخدرات بقدر أوقف على إجرائي. أنا بدي، لأنه أنا تعبت. طيب، إذا ما معنا، إذا الاتصال منه جاهز خلينا نروح لفاصل وبنتواصل مع أبونا مجدي علاوي تحت الهواء وبنشوف شو ممكن المؤسسة اللي بديرها الأب مجدي واللي هي تعنى بكتير حالات مماثلة وصار فيها حالات شفاء كتير كبيرة لناس كانت حالتهم يعني كتير تعبانة فقدروا يستفيدوا من خلال وجودهم ضمن هذه المؤسسة. إن شاء الله تكون فاطمة وحدة من هودي الأشخاص. شكرا لك فاطمة، وإن شاء الله نرجع نلتقى نحن وياكي بأقرب فرصة. فاطمة جديدة، الإنسانة جديدة اللي إرادتها تحدت كل الصعاب، تحدت القدر ومآسيه، تحدت كل الإساءات اللي تعرضت لها وقررت أنه تبدأ حياة جديدة. شكرا لك. صار معنا أبونا. مساء الخير. صار معنا ولا ما صار معنا؟
طيب خلونا نشوف ما هو التالي، وبعدها نعود لمتابعة للنشر في حلقة الليلة.